لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من غير ما تحتسبون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. أيها الأحباب، مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يكون النداء بعد ختامها قوموا مغفورا لكم. نتحدث في أفياء آية، ونتحدث أيها الأحباب عن وعد وعد الله جل وعلا به عباده، بأن من اتقاه فرج له وعنه كل كربة وفتح له أبواب الفرج والسعادة في زمن أيها الأحباب كثرت فيه الهموم وكثر فيه الأحزان وكثر زبائن المستشفيات النفسية والعيادات النفسية. البيوت توسعت والصدور ضاقت، والبعض منا أتاه الشيطان يقترح عليه اقتراح: ضع لحياتك حداً، حتى صار البعض يفكر في الموت، والبعض يدعو به، والبعض في مراحل متقدمة من الهم والحزن يتمنى أن ينتحر، ظنا منه أنه بذلك يغلق أبواب الأحزان، وما علم أن التفكير في الانتحار بوابة من العذاب المعجل. نعوذ بالله من الهم والحزن. في زمن أيها الأحباب صار البعض يقول: متى نصر الله؟ ما في فائدة، كل الأبواب مغلقة، كل الطرق لا توصل. ونأتي نداء القرآن بأن الله الرحمن الرحيم هو الواحد سبحانه في خلقك، وهو الواحد أيضا في تفريج كربتك، فكن مع الله واحدا حتى يأتيك بالفرج وأنت لا تدري ومن غير ما تحتسب. هي في سورة الطلاق، ووردت هذه الآية بعد ذكر أحكام الطلاق، فهل لها علاقة بالطلاق فقط؟ بل إن لها علاقة بالحياة كلها. من اتقى الله في طلاقه فطلق طلاق السنة فرج الله له كربه، ولربما رد له زوجه، ولما لم يتق المطلق ربه واستنفذ كل أبواب الطلاق، أراد رد المرأة التي أحبها وأحبته إذا هناك حاجز حتى تنكح زوجا غيره، فعاش في حياته مهموما مغموما. لو اتقى الله في الطلاق لما وقع في الحرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقول الله جل وعلا يجعل له مخرجا لأنه في الحياة لا بد أن تغلق عليك الدروب يوما وتتلفت. ومن الذي يبحث عن المخرج؟ هو الذي يرى كل ما حوله صامت وصامد وجبل وطريق مغلق. يقال له: إن الذي خلقك سبحانه مع التقوى لا يبقى والله هم إلا يزال، ولا غم إلا ويرحل، ولا ضيق إلا ويتزحزح، فقط حقق التقوى وانتظر الفرج. ووالله أيها الأحباب إنه على مستوى إيمان العبد بأن الفارج الله، وأن العسر واليسر بيده، وأنه لا بد أن يكون مخرج، وليس شرطا أن أعلم أنا كيف يكون المخرج وكيف تنفتح الباب. ولذلك في هذه السورة من جمالها، وكل القرآن جميل، أن الإنسان يريد يبحث عن مخرج كأنما يصعد، فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوما أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابيا كان فقير، وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز،
وكان له عيال وكان له ابن يعينه، فوقع الابن في الأسر. فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير كاد أن ينفطر وعينها تقرحت وهو لا زال محتاجا، فبحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد، فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج، فقال له اتق الله واصبر. وفي رواية قال وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى أهله وإلى زوجه فقال لها إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيكم بالصبر والتقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبينما هو في بيته إذا بالغنم تأتي 4000 رأس، وفي رواية أغنم شوي من الغنم. إذا الابن غفل عنه من كان يحرسه فهرب، وفي طريق هروبه مر بواد به غنم لأعدائه وكانوا مشركين، ثم ساق الغنم وأتى وقد حفظه الله. كيف حفظ؟ ليست المسألة للمخلوق. كيف تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري؟ حقق التقوى، فإذا حققت فموعود الله لا بد أن يأتي. ولذلك من أكبر المقامات التي يوقف الإنسان فيها نفسه في ذلة يوم يقول من وين تنفتح؟ أقنعني، أنا مخلوق، إدراكي وعقلي وحولي وقوتي ما تتجاوز مد بصري، بل إني أحيانا أرى شيء ما أستطيع أن أصل إليه خوفا أو جزعا، فلذلك أنا مسكين. ولذلك من أعجب ما رأيت من رجل عامي، كنت في بقالة وكان هذا رجل صاحب فطرة وتوحيد، فقال أحد المحاسبين له ضاقت، أبشرك يا أبا فلان أنها ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت. إلى هنا جميل، لكن لاحظ الموحد ما صلح له البيت الثاني. قال وكنت أظنها لا تفرج. فقام المحاسب عامي لا يقرأ ولا يكتب، قال والله من قلة حيائك من الله كنت تظنها ما تفرج، والله لو كنت تعرف الله لا علمت أنها ستفرج. إنه الله، وكل ما عندك من الله، ولا حول لك ولا قوة فيما وهبك الله. إنه الوهاب، إنه الرزاق. أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترتبط بها الحفرة، طريق الحبل السري، وكان يرزقك الرزاق معه 9 أشهر وأنت لا تدري. فبعد ما أخذت الدكتوراه ولا الماجستير ولا الثانوية العامة، ولما مشيت درجة تضيع، ما تضيع لكن أنت اللي مضيع التوحيد. فلما كان التسليم كل التسليم تأتيك مع بذل السبب كما سنذكر. ولذلك وكنت أظنها لا تفرج، إياك أن تظن في الله ظن السوء. يوسف عليه الصلاة والسلام رحل ورمي في غيابة الجب، ومرت عليه الابتلاءات، ثم ذهب بنيامين معه، وفقد يعقوب الابنين الغاليين، وهو يرسل أبناءه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تقنط، فإن القنوط قد يصل بك إلى الكفر، لكن لا بد إذا أردت المخرج من التقوى. وما التقوى؟ التقوى أيها الأحباب من تعاريف كثيرة نعرفها، لكن باختصار ألا يراك الله في مكان أمرك ألا تكون فيه، ولا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما روي عن جمع من السلف يشبهون التقوى بأرض ذات شوك، وكما قال أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم كيف تسير في أرض الشوك؟ قال أشمر ثوبي ولا أضع قدمي إلا وأنا أعلم أنها ليس تحتها شوك، ولا لا؟ قال هذه التقوى، كما تتقي الشوك في أرض الشوك لا بد أن تتقي الله وتتقي محارم الله. ثم جائزتك لا يبقى لك باب أغلق إلا وفتحه الله، لأنه القوي ولأنه الله جل الله. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم من آثار المخرج مخرج من حيث لا تظن ولا تحتسب. من الذي بيده نواميس الكون أن يبدلها ويغيرها؟ لما اتقى الله نوح حمله الله ومن آمن معه على لوح على خشب،
ذات ألواح ودسر، ونجا التوحيد الذي كان يرمز له من كان في السفينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار تحرق فإذا هي البرد والسلام. في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أمام البحر وهو هائج وفرعون خلفه كلا إن معي ربي. الثقة بالله تجعل هموم الحياة نعيم،